منور يا مرعي والله. نورك انت احسن بيه. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ اسمع يا مرعي، الشويتين اللي انت شغال بيهم من امبارح دول مش هياكلوا معايا بشلم، ويمكن يلفوا حبل المشنقه حوالين رقبتك. احسن بيه، العمر واحد والرب واحد. يا سلام على التقوى والايمان والورع اللي نزلوا عليك فجاه يا مرعي. طب اسمع بقى، وشرف امك ما هتشوف اسفلت ولا تخرج من هنا غير اما تحكي لي كل حاجه تعرفها من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي. انت عايز تسمع قصه حياتي؟ ماشي احسن بيه، مع اني كنت ناوي اكتب قصه حياتي وانزلها في كتاب في السوق. ما تظبط نفسك يلا، انت مش عايز تيجي معايا سكه ولا ايه؟ ايه احسن بيه، اهدى شويه، البلد مش فيها قانون ولا ايه؟ اه صح، البلد فيها قانون وانت اللي هتعلمني القانون. اسمع اللي انا هقول لك عليه ده، اوعى تفتكر الناس اللي وراك هيحموك، لا خلاص، اللي كان بيحصل زمان ده بلح، كان في منه وخلص. وانا مش هتكلم ولا هفتح بقى احسن بيه، انا في النيابه وبوجود المحامي بتاعي. يا ابن الايه عفريت، بسم الله ما شاء الله عليك، ناصح. طب اسمع بقى يا مرعي، وحط الكلمه دي حلقه في ودنك زي ما بيقولوا. افتكر كويس قوي ان انا اديتك فرصه، ما تجيش بعد كده تعيط لي زي النسوان. يا عسكري خد الواد ده من هنا. صباح الخير يا رائف. صباح الخير يا راجل. تأخرت عليك؟ دلوقتي لا ما تأخرتيش، بس قبل كده تأخرت عليا العمر كله. خلاص بقى يا رائف، ايه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ عشان خاطر القمرة دي. هاي يا اوسكار، ثانية واحدة. ايه؟ ايوه يا حسام. مين؟ طيب هجيلك دلوقتي حالا حالا. اوكي باي باي. انا لازم امشي. ليه في ايه؟ هبقى اقول لك بعدين. طب فهميني بس. هبقى افهمك بعدين. باي باي. يا ربي، وانا معمول لي عمل؟ هو معقولة كده؟ وتفهمني انت حاضر كل المقابلات. صباح الخير يا نسرين. صباح النور. هي مش دي راجية؟ راجية. غريبة يعني، واحد غيرك بعد كل اللي هي عملته ما كانش بص في وشها تاني. عندك حق، بس ما قدرتش، غصبا عني. راجية دي بالنسبة لي حاجات كتير قوي، دنيا كبيرة اتفرج عليها من بره بس مش مسموح لي ان انا اخش. شايف انه ممكن ابدا معاها عمر من جديد، احس ان انا عايش من تاني، وكل ما احس انه خلاص الدنيا قربت الاقي ايد بتخش وتزقني لبعيد وتطلعني بره جنة اتطردت منها من غير أي ذنب عملته، ومحكوم عليا إن أنا أتعاقب كل يوم، ومحرم عليا حتى السؤال. أشوفها كل يوم وما أتكلمش. عذاب. عارفة عمك ثابت بيقول لي يا ابني انت دايما بتحب تعذب نفسك. خد قرار اكتر من مرة ان احنا نسيب البيت ده، نسيب ذكرياته واصحابه وعشرة السنين بتاع الجيران عشان ياخدني لبعيد ما يشوفنيش بتعذب. بس انا اللي رفضت، قلت له خليني قاعد على الأقل أبقى قاعد جنب الجنة على أمل، حتى لو كان الأمل ده كذاب. معلش
ايه؟ كلمتيش ليه؟ لا ابدا مفيش، بس اصلي افتكرت اتاخرت على عمي قوي وميعاد الحقنه بتاعته جه. عن اذنك. اتفضلي.